السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا إخواني أخواتي. أولا قبل ما ندخلوا في هذا الموضوع خليني نرجل شوية هاد النظارات يبانوا لي شوية فوسيكير. درنا لها واحد الحاجة ما يسمى بتروا دول زيرو الروسيتا أو ما يسمى ببوراس. يا مالا بوراس تبع معايا هذا الموضوع اللي هو مهم. كيفاش نشوفوا هذه الدولة الإخوان الأخوات اللي هو هذا الفيديو راني أصلا بارطاجيته في الصفحة ديالي وغادي تشوفوا معايا اللي هو واحد الفيديو قصير. هاد الناس هادو اللي غاديين على واحد النظام، ولكن واش هاد الناس أنا شخصيا اللي كنتبع ونشوف ذاك الفيديو هذاك قلت هادو واش زادوا هكاك؟ واش هاد الناس عندهم شي لعبه سحريه؟ مستحيل. هذه كلها على مبنيه على التربيه، والتربيه ملي غادي تخرج عندها دراسه ديالها وعندها بزاف ديال الطرقات باش توصل لهذه المرحله اللي هو باللول وبالتالي انا كنشوف من طبيعه الحال اولا التعليم، ما بعد التعليم اللي هي الرياضه، وما بعد الرياضه اللي هو كي توصل 18 سنه سير دوز العسكر. هادو هما ثلاثه ديال الحوايج كتب عليك الكاذب. التعليم عنده الدور ديالو بطبيعه الحال وفيها داخله فيها التربيه. كي توصل لواحد المرحله ديال 18 سنه 16 ولا 14 سنه الله اعلم بحال هكذا، خصك تمشي دوز اسيدي دير ليا الرياضه. الرياضه كيف ما كانت كره ولا تايكواندو ولا الكاراتيه، حتى هي داخله فيها بزاف ديال الحوايج ديال التعليم والنظام. بالاول بالتالي واحد الترتيب. ثالثا اخوتي احنا واش غادي نكملوها ملي توصل 18 سنه سير بابا ديالي دوز ليا العسكر. العسكر حتى هو عنده دور في هذا الموضوع. انا كنشوفوا كيفاش اللي هو ذاك الشخص اللي كيدربهم حتى واحد ما يخرج على السيطره وغادي على واحد الصراط المستقيم. بالاول بالتالي واللي دخل في شي موضوع ولا دار شي مخالفه ولا ما عقلش غير البروتكال ديالو عقاب. هنا غادي تعطي لي مواطن صالح، مواطن اللي غادي يحب الوطنيه ديالو، مواطن اللي غادي يدافع على الوطن ديالو. هادو هما اللي بحال الحوايج اللي خصنا اللي هي عندنا في الدوله ديالنا كمغاربه، ولكن ماشي مفروض على المواطن. بغيت تقرا سير تقرا، ما بغيتش راك الحريه الكامله. بغيت دير رياضه سير ها هو كاين، او بغيت تمشي دير دوز عسكر سير دير الطلب. ولكن هاد الثلاثه خصها تكون مفروضه على المواطن، عنده الامكانيات ولا ما عندوش، ولا ما عندوش الامكانيات خص تكون عنده المساعده. هذا هو اللي كان خوتي باش يخرج لنا مواطن كما قلت لكم. كيفاش نشوفوا هاد الدوله اللي هي كيفاش هذا الريتم اللي هو هذا الترتيب غاديين على نظام. سبحانك الله العظيم، انا والله العظيم الا قلت مستحيل. هنا فهمت بانه هاد الناس هادو راه علاش، لان هاد الدوله شكون هي اول بعدا؟ هي اليابان. واليابان كتعرفوا اللي تعرضت لواحد الهجوم من امريكا اللي هي القنبله الذريه. ما بعد قالت انا لا خصني ننتج واحد الشاب. بعد ديك الضربه اللي وقعت ليها فقط في اللعبه انا خصها تنتج في الشعب باش يمشي على واحد السيطره او على واحد النظام واحد. ما كاينش واحد خارج على الطريق ولا واحد خارج لواحد الاتجاه. ومع ذلك كنشوفوا هذا القطار اللي هو في هذه المحطه فين جا، والناس كيفاش كينزلوا كلشي غادي لواحد الاتجاه. راه بطبيعه الحال كتعرفوا راه ماشي هاد الناس كاملين اللي غادي يخرجوا من القطار واللي غادي يركبوا في القطار راه غاديين على مهنه واحده. لا، اختلاف المهن، والدوله محتاجه لكل المهنه منكم واليكم. وهاد الناس كما تشوفوا على دايرين داك النوع ديال التستار او ما يسمى باللول بالتالي. راهم بطبيعه الحال كل واحد غادي لواحد المهنه. كتلقاهم واحد كوموندو، واحد جوندار، واحد بوليسي، واحد بناي، واحد باليور، واحد كل واحد غادي لواحد المهنه. هنا ما يسمى ب كايناش ديك النوع ديال لا سوبيريوريتي. دروك هنايا مع الاسف اللي كنستعملوا ديك الكلمه ديال كما احب لنفسي احب لاخي، ولكن ما كنستعملوهاش ولا ما كنديروش لان علاش ما قاريناش عليها. هادو استعملوها لان قراو عليها من البدايه كما قلت لكم اللي هو اولا التعليم والرياضه باش يدوز ليا العسكر. كذب عليك الكذب. الو خوتي خلونا نشوفوا هذا الفيديو هذا كيفاش نشوفوا الناس اللي هو واحد الترتيب ديال بصح. هذه حاجه من الحاجات. ارى ان غادي تمشي لاماكن اخرى، الاداره، ولا تمشي تسافر، ولا تمشي اي مكان من الاماكن، كل واحد غادي لواحد الترتيب ديالو. انا غادي تكون مرتاح هانئا ومطمئنا ونفسيا، ما عندكش داك القلق، داك القلق عفوا. تشوفوا معايا حتى بالنسبه اللي هو في هذه الاماكن ما كاين لا اللي ينظمهم ولا شرطي ولا غارديان ولا هم يحزنون. علاش؟ كلشي تبنى على النظام اللي هو من البدايه. نعطيكم على سبيل المثال، هو فرنسا والو كنشوفوا بعض الاماكن اللي هو كاين نظام في الادارات بزاف ديال الحوايج، ولكن في القطار راه ما عندهمش نظام. لان هنا اختلاف الجنسيات، من هذه الاختلاف الجنسيات اللي هي من كل واحد جاي ديك الثقافه ديالو ما تقدرش تنظم. كل واحد جاب ديك العقليه ديالو اللي هذا تخالط تجارتها. حتى الفرنساويين عليهم يصبروا حتى هما يديروا داكشي ندفع ولا ندفع. انا كنشوفوا واحد الحين كتسالى بعرك حسني قفعتني علاش انت علاش انا علاش. هادو واش غادي يدابزوا؟ مستحيل. لان هنا كنشوفوا اللي هو تحترمني نحترمك. هذه هي ما يسمى ب كما احب لنفسي احب لاخي. هذا هو ما يسمى بصراط المستقيم. بطبيعه الحال تشوف اليابان فين وصلت بزاف ديال الحوايج. تقول لي اليابان ولا ماشي اليابان؟ نعطيك غير احسن مثال. ناخذوا 6 ولا 7 من اليابان، يلاه الدراري كيتزادوا نحطوهم في شي دوله من الدول اللي هي من الدول المتخلفه. غادي يكبروا على ديك المسيره ديال دوك الناس فين غادي يعيشوا. كما يقول واحد المثل، اللي يدخل شي مدينه يولي على دينها.
العكس ذلك ناخذوا واحد 6 ولا 7 من ديك الدول اللي هي الدول المتخلفه ونحطوهم في اليابان، يلاه صغار كيتزادوا غادي يكبروا على ديك المساله ديال الناس كيفاش يتعايشوا، صافي، هادشي اللي عطا الله. دونك شي واحد اللي غادي يتزاد في اليابان يكبر على ديك الريتم ديال ديك الدوله ديالهم يمشي هكاك. دونك هادو حاربوا داك النوع ديال التخلف، حاربوا داك النوع ديال التهميش، وراكم تشوفوا اخوتي في هذا الفيديو كيفاش الناس غاديين بواحد النظام، يا سلام. الناس كتنزل كل واحد غادي لواحد الاتجاه، ما كاين عرض ليه يدفع ليه دفعك، واللي غادي يركب نفس الريوه والتران غادي جاي ويجي واحد اخر. غير باش نقرب لكم الموضوع الاخوان، نقرب لكم الموضوع، هذه حاجه من الحاجات اللي انا شخصيا ملي كنسافر في الطائره كنلاحظ هاد الحوايج، والله العظيم الا كيوجعني راسي، كنقول سبحانك الله العظيم، حنا اللي عايشين في الدول اللي هي الدول المتقدمه وكنشوفوا هاد الحوايج ديال النظام، خليني بالترانات هنا كنشوفوا اللي هي داخله بعضها للبعض. آه كتوصل الطائره الى المحطه سميتو الى المطار، يلا غادي تهبط رجليها او سميتو الرويد ديالها باش تقيس لا بيست. وهنا كيعلموا لينا اللي هم لي زوتيست، ميدام زي ميسيو، باللغه الفرنسيه واللغه العربيه واللغه الانجليزيه، بقاو في اماكن ديالكم، بقاو بالحزامات لسلامتكم، مادام اللي هو المحرك كيدور ديال الطائره ماشي ان راه وصلت للارض صافي راه نزلت. وفي ديك اللحظه باش غادي توصل الى الى المكان، وباش يعطيو لها ما يسمى سميتو بالضوء الاخضر، باش يعني يجيبوا كاع المسائل اللي هي باش غادي يبقى باللول التالي باش غادي ينزلوا، تلقى بنادم عنده النمره 18 وواقف ومعذب راسو اللي هو الكروار مازال غير صغير، شي دافع شي يقرا ليه جبد لي خويا وهكذا واقف. خويا انا ما عمري درت غنبقى في المكان ديالي حتى يوصل الدور ديالي ونوض وننزل ونخرج ونمشي. واحد النهار واحد قال لي انت صاحبي مقبل انت جالس، قلت له مالي علاه العذاب اخويا ريح، شكون قال لك زعما انت واقف راك ليك الاسبقيه؟ قلت له لا اسمح لي راك مورايا انا غادي ننزل اللي راني قبلك صافي. هذا هو اللي بغيت نقول لكم اخوتي، راه حنا المشكل هو خصنا نظام، وهذا النظام اللي هو لم يتبنى اللي هو رجعوا التعليم والرياضه وتمشي دوز ديال عام سيدي العسكر. ولكن هاد الناس اللي هما باش غادي يعلمونا وغادي يقريونا وغادي يوريو لنا من هاد النوع ديال الحوايج كما قلت لكم، خص يكون الانسان في المكان المناسب، يكون عندهم الشهود الشواهد العليا. تحياتي لكم واحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.